السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو أول مرة تشوفوني أنا مطبخي بشيحة، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. النهاردة هقدم لكم كب كيك بمناسبة إن المدارس بكرة، وفي ناس بدأت النهاردة. متابعين كتير ليا طلبوا مني الكب كيك. الكب كيك سهل جدا، وهنعمل منه النهاردة الشوكليت، وهنعمل منه أشكال زي الماربل كيك كده من على الوش، اللي هو مختلط بيه الشوكليت والفانيليا. سهل جدا، وبكوبايتين دقيق هنعمل حوالي 14 من 14 ل 15 قطعة. فحلو قوي، بيوفر وبيبقى حلو قوي في لانش بوكس للأطفال. فإن شاء الله حتى بكرة فيديو بكرة هينزل لكم تحضير اللانش بوكس، تقدروا ان انتوا تشوفوا انا ممكن بعمل ايه للأولاد عشان تعملوا زيي. هما بيحبوا الحاجات دي في المدرسة جدا وبتشجعهم جدا. يلا بينا نقول المقادير، وبرده المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف. معايا بيضتين، 2 عدد من البيض، معايا نص كوباية من الزيت، معلقتين من الزبدة انا سيحتهم كده على نار يعني بطيئة، وكمان معايا كوباية من السكر، ومعايا كمان كوباية من اللبن، شلت منهم معلقتين في جنب. تمام كده. معايا كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقة مليانة ممسوحة، يعني معلقة كبيرة من دي ممسوحة بيكنج باودر، ورشة ملح. هقسم هقسم الخليط دوت على طبقين. طبق هحط عليه معلقه كاكاو، وطبق مش هحط عليه حاجه خالص. واللي هحط عليه معلقه كاكاو هزود عليه شويه السوائل اللي انا ضربتهم في الخلاط. الموضوع سهل جدا وبسيط، وبيطلع معايا كميه حلوه. تعالوا تاني مع بعض نقول المقادير. معايا كوبايتين من الدقيق، معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر ورشه ملح، معايا 2 عدد من البيض وفانيليا، كمان معايا كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، نص كوبايه من الزيت، معلقتين زبده مذابه. خلاص كده. بضرب كله في الخلاط، والمواد الجافه زي ما انتم شايفين قسمتها على طبقين عشان اقدر اعمل شوكليت، واقدر اعمل بالفانيليا. اللي بالفانيليا نقصت السائل بتاعه شويه، وعلى طول اللي بالشوكولاته حطيت عليه معلقه كاكاو، وزي ما انتم شايفين طلع عامل ازاي. لو بتاع الكاكاو ده، الخليط بتاع الكاكاو طلع تقيل، حطي عليه معلقتين لبن. عشان كده انا لما جيت احط كوبايه اللبن نقصت منها معلقتين في جنب، تمام، عشان لو احتجت في الكاكاو، عشان الكاكاو احنا عارفين ان هو ساعات بيتقل الكيك شويه. جبت ورق الكب كيك، وجبت صواني الكب كيك، وصبيت الخليط الفانيليا في دورق كده صغير، وكمان خليط الشوكليت علشان لما اجي اصبه ما يبوظليش الصينيه من بره، او ما ينحرقش فيعمل لي ريحه افكر ان الكيكه اتحرقت وهي اصلا لسه مستوتش. فالنقط اللي هي بتبقى على الصينيه من بره دي بتنحرق بسرعه جدا، فلما احنا بنشمها بنفكر ان الكيك انحرق. فعشان كده ما نوقعش بره الكب كيك بتاعنا، نقدر ان احنا نصبه كده بالدوره اللي هو ليه حاجه بس يكون ليها كده جزء مايل كده او بوز بمعنى اصح يعني من قدام، علشان نصب منه في الكب كيك. هيطلع معايا الكميه انتوا شايفينها 6 فانيليا وستة شوكليت، وهيبقى 2 هحطهم كمان، يعني 6 و6 12 و2 14. 14 قطعه من الكب كيك من كوبايتين من الدقيق. واولادنا هيفرحوا وهيروحوا المدرسه بحاجه نظيفه. اعملوا لهم عصير في البيت جنبه، عصير فراوله بلبن، موز بلبن. الفراوله متاحه اليومين دول، اعملهم اي عصير عندك ان شاء الله. لو هتحط لهم شويه لبن في ازازه صغيره. قطعي فاكهه ان شاء الله. مش عايزه احرق اللانش بوكس بتاع بكره، بس انا هنزل لكم بكره اللانش بوكس بتاع المدرسه لاولادي. بحاجات بسيطه بقى نقدر نشكل. شلت معلقه من العجينه الفانيليا، وشلت معلقه من عجينه الشوكولاته، وعلى الوش كده الفانيليا ده هحط عليه نقط كده واشكال بالشوكولاته، واللي بالفانيليا هحط عليه، اللي بالشوكولاته هحط عليه بالفانيليا، واللي بالفانيليا هحط عليه بالشوكولاته. اي شكل بقى انتوا عايزينه. انا بحب ان انا ازوقه حاجه بسيطه كده علشان الاولاد بس يفرحوا بيه. مش هتخش العجينه الشوكولاته دي، مش هتخش جوه الكيك، هي بس هتبقى من على الوش، حتى التشكيل هيكون من على الوش كده. بتدي شكل حلو، وتحس ان الافراح كده الاولاد بيفرحوا كده، وفي بهجه كده هم بيحبوه. برضو نفس اللي عملت في الفانيليا هروح اعمل في الشوكولاته، اشكال بسيطه خالص. فكوبايتين من الدقيق اقدر اعمل 14 قطعه من الكب كيك، وكمان يكون سهل وطريقته حلوه. وفي ناس بيعملوه بالزبده بس انا قلت الزبده غاليه اليومين دول، فممكن ادخل زيت مع الزبده. يعني الكب كيك اصلا بطبيعته بيحب الزبده جدا، وبيبقى طعمه مختلف بالزبده. بس في اماكن او في بيوت كتير ما فيهاش، ما عندهمش الزبده،
فيعني الوصفة هتقف على كده؟ لا طبعا. ولو حابة تشيلي معلقتين الزبدة اللي انا شلتهم، شيليهم خالص من الوصفة، مفيش اي مشكلة. حابة تعملي فانيليا بس، شوكولاتة بس، انا بديكوا المقادير، وانتوا من خلال المقادير اللي انا بديها تقدروا يعني مثلا ما عندكيش كوباية لبن وعندك كيس لبن نيدو اللي هو اللبن البودرة، تقدري تدوبيه في كوباية مية دافية، ادي كده عملتي لبن. تقدري علبة زبادي مكان اللبن. يعني في حاجات بتتشال بيتحط مكانها حاجة تانية بتنفع برضو، مفيش أي مشكلة خالص. بس دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، مشغلة من تحت وفوق عادي خالص، شواية يعني وتحت وفوق. وحطيته دخلته كده على الرف الوسطاني و20 دقيقة بالظبط وطلعته. ما بياخدش وقت خالص لأن أصلا كميته بتبقى صغيرة في الكب اللي هو محطوط فيه. ف20 دقيقة طلعته واختبرته كده بالخلة بتاعت الشيش اللي في ايدي، بتحطيها في النص ولما بتطلع نظيفة بتعرفي انه كويس هش. هفتح معاكم واحدة دلوقتي وهتشوفوه هش قد ايه. والشكل اللي انا بقول لكم مش هينزل جوه الكيك اللي هو الشوكولات اللي على الوش، عبارة بس عن شكل على الوش كده زي الماربل كده. وشايفين كل ما اضغط عليه كأن في اسفنجة في ايدي. اللون فاتح وحلو قوي بتاع الفانيليا. كمان الشوكولاتة واخدة لون هادي كده مش غامق. كانت لسه سخنة، يعني انا اصلا بضغط عليها وهي سخنة. يعني دي لو بردت اصلا هتبقى في حتة تانية خالص. بس شايفين الدخان، انا لسه حالا مطلعاها. وانا فعلا اتاخرت على الفيديو ده، كنت المفروض اعمله بدري شويه. بس في تجهيزات كتير انا بحضرها، دعواتكم ليا علشان الفيديوهات تليق بيكوا وتليق بمتابعيني اللي بيتفرجوا. فان شاء الله دعواتكم ليا بالتوفيق، وان شاء الله وتكون كل حاجه بتيجي على خير كده وعلى اكمل وجه. آم، شكله من جوه حلو، الهشاشة واضحة جدا مش محتاجة اتكلم عليها. جربوه. واسفة تاني مرة اني اتأخرت عليكم في الفيديو دوت. بس والله يعني غصب عني. اتمنى الفيديو بقى لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس، وهكتب لكم الوصفة او المقادير في صندوق الوصف اللي هو العنوان، اضغطوا عليه هيدخلكم